السلام عليكم، اهلا يوتيوب. فيديو جديد. في الفيديو ده هكلمك عن ازاي بندبج الجرافيكس ابلكيشن لو فيها مشكله. طيب عندنا في الانجن لما عملنا امبلمنتيشن للاوتلاين سيستم، فهنا كده لو اخترت المش فهيبدا يظهر الاوتلاين عليه. في الفيديو اللي فات عملنا الكلام ده. طيب لو انا جيت بصيت هنا هتلاقي في مشكله. المشكله هي ايه؟ هي السبرايت بتعمل اوفرلاب على ال 3 دي موديل، ده ما ينفعش. يبقى في مشكله في الدبس تيست. تعالى بقى نشوف المشكله دي ايه. هنفتح برنامج اسمه ريندر دوك، هنختار الجيم انجن بتاعنا ونعمل له ران لونش ونشوف بقى ايه المشكله جايه منين بالظبط. هنختار السين بتاعنا، اوكي، ونختار الاوتلاين، نعمل اوتلاين ونيجي هنا كده نقول ايه بقى، اف 12، فهياخد سكرين شوت. نقفل ونشوف الجيم انجن بقى إيه اللي بيحصل فيه. اول حاجه بتحصل خالص خالص وهي ان الجيم انجن بيبدا يرسم سكاي بوكس، الخلفيه اللي ورا، ماشي. بعد كده الجيم انجن بيحافظ عليها، بيعمل ستور، مش بيمسح الصوره، بيحافظ على الصوره زي ما هي، ويبدا يرسم الاوتلاين بتاعنا اللي هو ال 3 دي موديل اللي هو الباك فيس باللاين ويدث 5 عشان يبقى ايه ظاهر. وزي ما انت شايف هنا دي الحتت اللي هي من السكاي بوكس، اللي هي شايف الحته دي، دي الحته اللي احنا هنعمل لها بلو، اللي هتبقى متوهجة، تمام. فهي بتبقى هي الحتة دي كده، فاهم؟ يعني دي صورة بنقطع فيها الحتت اللي هي هتبقى متوهجة أو هنعمل لها بلو، ماشي. طيب ده كده. بعد كده بنحافظ على الصورة ديت ستور، وبنيجي هنا يا باشا نلود الصورة ونبدأ نرسم ال 3 دي موديل بتاعنا، فبيترسم الأوت لاين. فهمت الفكرة؟ ده بيترسم فوق ده فبيبقى بالمنظر ده. ماشي. طيب الفكرة بقى في إيه؟ الفكرة في الدبس تيست. لو احنا جينا هنا بصينا على الدبس، الدبس بفر فاضي. لو جينا هنا بصينا كده هتلاقيه فاضي شوية. لو جينا هنا كده، اه الدبس بفر هنا اترسم على الدبس بفر ال 3 دي موديل بتاعي. امم طبعا الصورة في الدبس بفر بتبقى ايه؟ بتبقى من صفر لواحد، يعني كل ما انت قريب وبعيد الصورة الفاليو بتختلف من صفر لواحد على حسب قربك وبعدك من الكاميرا يعني. تمام. ده كده الدبس تيست، ماشي. طيب ماشي. المشكلة بقى في ايه؟ تعال نكمل. اللي بيحصل برضو ان انا دخلت بعد كده ارسم الصورة، الصورة ديت بقى المفروض انها ملهاش دبس تيست. معقولة ازاي؟ هي المشكلة في الصورة نفسها مش ال 3 دي موديل. فين الصورة؟ تعالى كده نشوف الصورة دي عبارة عن ايه. عبارة عن مربع، صح؟ مثلثين اهو. طيب الاوت، اهي، مظبوط، هي فعلا مرسومة بالشكل ده، اللي هي لان المنظر بتاعها هنا اهو، تكستشر فيور اهو. هي المربع ده كده. طيب يعني بالمنظر ده كلام جميل جدا، صح مش غلط. لو جينا على البايب لاين ستيت ودخلنا على الراسترايزر، امم لاين ويتس بخمسة. ايه الهزار ده؟ المفروض اللاين ويتس ده يبقى بواحد. اللاين ويتس هنا بواحد، بعد كده بخمسة، عايزين نرجعه بواحد تاني. امم سهلة دي نبقى نعملها، بس الفكرة مش في كده، يعني الفكرة انه لان كده كده دول مش هيتأثروا باللاين ويتس اصلا، لان هما ما بيترسموش لاين، بيترسموا فيل. امم طيب ماشي. ايه بقى اللي يخليه يترسم كده؟ اولا انا مش شايف الصوره في الدبس تيست خالص 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 يعني. هات لي كده البايب لاين بتاع السبرايت، سبرايت بايب لاين، بايب لاين، ده السكاي بوكس جرافيكس بايب لاين، ده بتاع السبرايت صح؟ ده السكاي بوكس
سبرايت باص اهي. ماشي. بفولس وفولس يا راجل. فولس وفولس ازاي بس؟ مين قال لك كده؟ ترو وترو. ايوه. يبقى كده بيقول لك disable depth test for 2D sprite. اه لا، ده كلام غلط، هذا كلام لا يصح. ماشي. شغل بقى يا باشا كده. المشكلة هتلاقيها اتحلت اصلا. شغل كده. اوه، انا كنت مشغل الدبس تيست عشان كده. طيب ماشي صح. يبقى احنا كنت قافله عشان كده. طب سهلة، هنيجي هنا على الانيميشن ونختار الهيراركي. فين الهيراركي؟ ونخليها مثلا في الزد 0.01 مثلا، فاهم انت؟ بس كلام جميل جدا. لو جينا هنا، اشتغل. تمام. حلو قوي. يبقى المشكلة مش في الاوتلاين ولا حاجة. جميل جدا. سيف يا باشا السين، كنترول اس. سيف. السلام عليكم. بس بالطريقة دي كده حللنا المشكلة. لو رجعنا للجيم انجن تاني، لو سوري لريندر دوك تاني، وشغلنا الجيم انجن وخدنا سكرين شوت تاني، هتلاقي بقى هنا الدبس تيست بدأ يشتغل. هتلاقي الصورة بدأت تترسم على الدبس بفر عندي. تمام. بس اهم حاجة ايه؟ اهم حاجة ان الاوتلاين ما يترسمش على الدبس بفر خالص. ليه؟ لان ده انا قلت الجملة دي 600 مرة في الفيديو اللي فات. تمام. فين الاوتلاين؟ المش. طيب اوكي، خد بقى سكرين شوت كده يا باشا. سكرين شوت اف 12. يلا اقفل كده. شوف هنا الانجن اللي بيحصل ايه. رسمنا دي. ايوه. رسمنا ال 3 دي موديل بتاعنا. واير فريم للباك فيس. بعد كده رسمنا ال 3 دي موديل تاني فوقيه، فعمل لك الاوتلاين. بعد كده رسمنا الصورة. فلو جينا بصينا هنا على الدبس تيست، هتلاقي الصورة بدأت تظهر اهو. الصورة هناك اهي. ماشي يا باشا. طيب كده ما كانتش موجودة. كده موجودة. انما خلي بالك، انا هنا رسمت الاوتلاين اهو، بس الدبس بفر عندي فاضي ما فيهوش اي حاجة. وده مهم جدا. تمام. طيب انما لما رسمت ال 3 دي موديل، شغلت الدبس بفر عشان انا عايز ال 3 دي موديل ده يغطي على اللي وراه، انما الاوتلاين ده لا، مش عايزه يغطي على اللي وراه. تمام. بس كده.